قولي لي بس مين فيكم يقدر يشوف البراونيز دي وما ياكلهاش؟ الطبقة اللي فوق مقرمشة ومن جوه فudgy وفظيعة، ويا سلام بقى مع الآيس كريم عليها وهي سخنة، خطيرة. معانا 200 جرام من الزبدة، وأنا باقول لكم من دلوقتي ضاعفوا الكمية يا جماعة. هنحط عليهم كوباية من الشوكولات وهنسيحهم مع بعض على نار هادية. لما أقول نار هادية يبقى نار هادية على مهلكم لحد ما تسيح معانا تبقى بالمنظر ده. حط عليها نص معلقة صغيرة نسكافيه وهنزل عليها بنص كوباية سكر أبيض. هدوبهم مع بعض. هنزل بيهم في بولة عندي، حط عليها 3 بيضات وفانيليا، وهاحط عليهم كوباية سكر بني. وحاولوا ما تستغنوش عن السكر البني، بيخلي الحاجة طعمها جميل وبيظبط التسكيرة بتاعتها. هنزل عليهم دلوقتي بكوباية دقيق منخولة، وهنا 3/4 كوباية كاكاو، واختاروا نوع كاكاو كويس وما يكونش مر، طبعا الكاكاو اللي معانا هنا خام مش مسكر. هنقلبهم مع بعض كويس، ميكس 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 لحد ما يتقلبوا مع بعض كويس جدا. انا عاملاهم بايدي، عايزين تستعملوا مضرب الكهرباء مش كتير، اقل من نص دقيقة لحد ما تتقلب كويس تبقى معانا بالمنظر ده. حط عليها كوباية شوكولات شيبس تانية، وانا استخدمت هنا الشبه المحلاه. تقلبوها معاها تقليبة سريعة. هنحضر عندنا قالب بايركس او اي صينية مربعة او مستطيلة عندكم. هنحط فيها ورقة زبدة ونحطها فيها. هنبدأ نسويها كده بظهر معلقة أو سباتولي أو سكينة، أي حاجة متاحة عندكم بقدر الإمكان. هنسخن الفرن عندنا مسبقا على درجة حرارة 170. في الرف اللي في النص هتاخد عندنا حوالي نص ساعة بالظبط. وهنا كان عندي لوح شوكليت كده، لقيته فقسمته مكعبات وحطيتها فوق الوش، وده خطوة اختيارية، هي مش محتاجة أي حاجة. خلّي بالكم أمّا تيجوا تشيّكوا عليها في الفرن، عود الخشبة أو السكينة تطلع مش ما بتبقاش dry خالص يا جماعة، بيبقى فيها بقايا كيك شوية، عشان ما تنشفش منكم وتطلع كده طرية من جوّه وcrunchy من برّه وفظيعة. وجرّبوها وبالهنا والشفا.